يسار معروف عنك. حظوظ المربع من اللي خلينا نطيب لقطة حلوة. خلينا نشوف اللقطة. لقطة اعطونا الهدف الثاني. نحب اللقطات. محمد البياتي هذا اللاعب الشاب ايش قد حلو، سجل هدف وتكنيك حلو. اي على الطاير حلوه. اي على الطاير هدف جميل جدا صراحه. اللي منه ضربه ركنيه جول حلو. هدف جميل جدا صراحه. مو بس على الهدف الجميل، بس التكنيك ماله صعب. هذا الشوت على الطائر ماكو تكنيك صعب. المدافعين وين واقفين المدافعين؟ ما له دخل. بلى انت يا اخي انت لا تخليني احكي ترى، دير بالك ما حد فلك الريان غيرك انت. ما في مشكله. يا ابو محمد لاعب الاولمبي رقم 6. اعطونا اللقطه هاي. محمد وعد علالي هو. لا بس محمد وعد. لا خوش جول صراحه. شوف منه. شوف الهدف، شوف التكنيك ماله ماكو. اللاعب فاضي ترى. ما له دخل. اللاعب فاضي. لا انا احكي لك على التنظيم. مو كل واحد هذا تنظيم دفاعي استغل اللاعب. هذا لاعب شفته مع الاولمبي. نعم لو سمحتوا لاعب ممتاز. لو سمحتوا عنده رجل يسار حلوه خالد. شفته في الاولمبي. بالله خالد هذا النوعيه اللي نعطيها كلام حلو. شفته مع الاولمبي مع قطر رجله حلوه جدا. ايش اسمه هذا؟ ولا مستقبل. بس شوف الفرحه مال ديونغ. خالد شوف الفرحه، لاعب يعني لاعب بحجم ديونغ على اللاعب الشاب. شوف الفرحه مالته هاي تعرف شنو يعني ايش قد حلوه. هاي فائده اللاعب الكبير. خلينا نشوف الفرحه. هاي فائده اللعيبه صح اللي تجيبهم. مو على فائده اللعيبه. هذا لاعب يا خالد وعالي. فائده اللعيبه يعلمه داخل الملعب مو بالفرحه. يعني لاعب حجم نجم مثل ديونغ، لاعب شاب من يسجل. شوف الفرحه مالته يعني من يمه هو مستانس ان هذا سجلنا. وشوف اللاعب شلون فرحته وين راح ويا اللاعبين واحتفلوا به. انا شو اقول خالد؟ اقول انه مو اداره الاهلي بدها تعمل شغل صح. هذه اعاره من السد ترى. ايه بس لاعب سد هذا؟ اي لاعب السد يعني بيرجع نهايه الموسم. هو لاعب مع العربي كلامه غير ويا الاهلي كلامه غير. هو لاعب شاب لاعب منتخب الاولمبي مال قطر هذا. لاعب المباراه الاخيره صعدوا لعبوا ضد نعمان. شفت المباراه هذا لاعب السد. لاعب على مستوى الذكاء. لاعب السد يدير هذا يا اخوي. اقول لك معار النادي الاهلي يا شباب. يا اخي انا اقول لكم كمعلومه تفضل. هسه لاعب السد، لاعب دحيل، لاعب برشلونه. شو اللي دخل؟ انا دا احكي على حاله. احسنت تفضل. شو اللي دخل؟ احنا مو حكينا على احمد السهيل. صح. الاهلي استقطب لاعب. صح. لاعب منتخب، لاعب سوبر، استقطبه لاعب دا يقود فريق الاهلي وقيادي بالدفاع. انا دا احكي لك على اللي اداره الاهلي دا تسوي. جابت مدرب شاب، انت شفت المدرب دا يتفاعل ويا اللاعبين. بعدين جابوا بس اول فوز اليوم والله احس ناخذ نفسه. اول فوز اليوم. اسبوعين تقول اخطأوا وشلوا ما شاء الله، الحين تقول يا ابو مدرب شاب. وين قايل؟ لا هو ما قال. احنا قلنا. احنا قلنا. الرواس اللي قايل. طبعا الجماعه بالك دا يتصيدون. احنا دا نحكي على حالات صحيحه. يا احمد يا يرحم والديك. يا اخي لا تضحكون على شنو نضحك؟ كلامه صحيح. يمدح اللاعب. شلوا المدرب ما شاء الله ويابا المدرب قالوا والله غلط. الحين المدرب والله الحين احمد مو انا ترى انت لا تتكلم عن اللاعب احمد الحين مو عن الفريق. يعني وين دخلنا بس عن اللاعب. هذا بسجل عليك ملاحظات. بس عن اللاعب. يا اخوي انا دا اوصل معلومه انه اداره نادي الاهلي هالسنه عملت شيء جميل. استقطبت لاعبين، استبدالهم ما شاء الله. صار هناك اعتراضنا بالمجلس انه شيلت ما شاء الله صحيح. ممكن مضره للفريق، وفعلا صارت بعد النتائج السلبيه. لكن الان اظهر انه هذا المدرب الشاب. لا هاي مباراه واحده. لا ما نقدر نحكم عليه مباراه واحده. يونس معليش لا تعطي الموضوع اكثر من حجمه. مباراه واحده ياخذ حق اليوم. لا مباراه واحده ما نقدر. مباراه واحده واللي ساعدها سوء اداء النادي العربي معليش يعني. بس ينجح اليوم. انا بس بس طلع لي الحركه. لا تقعد تقول لي على مباراه واحده تقعد تمجد لي في المدرب واللي سووا الاداره النادي الاهلي. لا معليش يا اخي انا ما قاعد نتكلم ونوهم الجماهير بشيء او جماهير وشيء مختلف. احنا طول الفتره اللي راحت بس هدفتين جماعه العربي كل عللهم يطلعونا بنا. لا والله انا دا احكي عن حاله. لا لان كلامك مردود عليه يا اخوي. بس اسمعني انت كلامك مردود عليه. لا نقعد ننتقد النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي بعد شيلت ما شاء الله واليوم لانه فازوا في مباراه واحده ساعدهم على هالشيء. سوء اداء النادي العربي واللي قاعد نتكلم نقول
والله الاهلي والله الاهلي والله الاهلي لا باركنا لهم على الفوز، قلنا لهم الله يوفقهم ان شاء الله في المنافسه على الوصول. خلنا كمل والله ما كمل ثاني بعدني. انت وين اللاعب قاعد يقول لك شيخ مايد انت بعد الله يرحم والديك. بالك محمد من ساعه قاعد يمجد لي في اداره النادي الاهلي. لا يا اخي يتكلم عن لاعب يتكلم عن لاعب ليش امجد؟ خالد راح ارجع لنفس الموضوع. اوكي اداره العرب انتوا هسه كنتوا واقفين دخل اداره العرب دخل نادي العرب يلا لا اله الا الله يبي يقول الاهلي لو انتم تحجون. خالد هسه مو صار لهم ساعه يقولوا لك ليش ما ينطونا مثل ما ينطوهم؟ ما حد من اللي قال ما حد قال من اللي قال لا تقعد الكلام لا قبل خالد يقولوا لك انا مثل ما ينطون لا ما قلنا. زين انتوا ليش ما تنافسون العربي؟ لحظه خلي الاهلي خليك على العربيين خليك على اوكي عوض العربي عنك الحين الله يرحم لي والديك. خلونا انت قاعد تتكلم قاعد توهم جمهور النادي الاهلي. اداره الاهلي وعلى مباراه واحده لا يا اخي. الاهلي فرق داخل مربع. الاهلي فرق كبير من قبل التوقف لليوم. خلينا نتكلم صراحه يا اخوي بس الله يرحم لي والديك يا يونس. اوكي عم انتم صح احنا غلط. يا اخي انا ما اقول غلط، انا قاعد اقول لك وجهه نظرك احترمها لكن اختلف معاها. انتم بس بتفهموني جماعه العرب انتوا ليش خلوا انت تدخل العربي بس انتوا تحكوا خلي العربي انا كنت غيرهم يحكي. احنا ما تدخلنا وياك انت تناقض نفسك. اوكي خلي انت تناقض نفسك. انت مره تقول اداره العربي اداره الاهلي على خطا، الحين اداره الاهلي على صح. لا انا ما اتكلم. لا شوف انا ما اقول انه هو قال قبل او ما تكلم. لا قال اسمع احمد. منين قال؟ لا لحظه انا ما اتكلم عن الكلام اللي قاله بس انا قاعد اقول مو على مباراه واحده نقعد نمدح في المدرب على فكره ما خلونا نكملها. شكرا لكم شباب يعطيكم العافيه. هذا نتفق معاكم والله لا عاد اقاطع خالد اي واحد يحكي انه بقاطع ما خلونا نكمل وجيت على اثنين اقول لك هم الجماعه ما يخلون ما يخلون خالد الفكره بعطيك الفكره بس بعد اذنك بعد تقوم كلام ما قالوا. هاي ما قال لك عن موضوع الدعم ما دعم بس واحد تكلم عقب صلح. انا ما قلت هو قلت حكيت على الدعم. انا ما قلت خالد هم انا احكي لك انا شنو الفكره ما خلونا نكمل. الفكره انه شوف لاعب شاب يركض ومستانس ويصيح وهذا لازم جايب جول لازم يصيح تبيه اخر دقائق فايز المحترف لا لاعب فايز شو ما تبي يفرح يا اخوي خلى كمل الجمله رحمه والديك حبيبي بس خلى كمل الجمله وبعدين رحمه والديك غاتين. خالد شوف ديونغ الفرحه اللي بيه وشوف المدرب. انا شنو قصدي هذا الخليط اللي موجود انه لاعب على قيمه ديونغ ولاعب شاب انه يسجل ومدرب بهذا الحماس. هذا يعطيك فكره انه اداره النادي تعرف شلون بدها تشتغل، بدها تجيب الجروب اللي جايبه. الحين واحد يلحق خليه يكمل عشان لاعب اداره خالد روح اطلع فاصل ثاني. احمد السيد ما يخلي احد ينطي جمله مفيده. عفوا يونس اكيد بيحتفل يا اخي فريقه يا اخي. هو ما يكمل زين خليه عن روح الفريق ابو خليفه خلي احد يكمل. ارجوكم خلي واحد يكمل فكرته ارجوكم. تفضل يا يونس. خالد بس اختصر عشان ما هو خليني انا دا احكي على روح الفريق اللي موجوده. انت شوف رئيس نادي شاب، مدرب جابه شاب، فريق تحسه متكامل. حتى اللاعبين الكبار مثل مشعل مثل ديونغ اللي موجودين مع اللاعب الايراني اللي راح للمدرب، تحس انه المجموعه كلها تشتغل سويه في تيم واحد ويستاهلون وصولهم للمربع الذهبي. انا هذا اللي دا اقوله ما قلت شيء. ايش دخلني بما شاء الله، ايش دخلني بالمدرب احسن مدرب. يستاهلون الفوز. انا ما قلت المدرب احسن مدرب والله يوفقهم، لكن انا نقطتي على فكره المدرب وانه هو قدم ومش عارف ايه. ما قلت قدم المدرب. هو اليوم الحين قاعد تمدحه. لا ده اقول لك فرحه المدرب ما قلت المدرب. قاعد تتكلم عن الفرحه واللاعب ليش لا لحظه هذا عرباوي اذا فاز عليهم فريق ما يخلوك تتكلم. لا ما عليه هذا عندهم طبع. ما عليه انت قاعد تتكلم عن الفرحه. انت ما شفت فرحه مدرب العربي يوم الهدف الثالث على السيليه؟ ليش ما تكلمت عنه ذاك اليوم؟ لا انا مدرب العربي. لا العربي وين تتكلم اصلا انا مادح بيه. ليش ما تكلمت عن الفرحه يوم جاب الجول الثالث على السيليه؟ ليش ما تكلمت عن فرحه النادي العربي؟ فريق العربي احسن فريق لو ما انتم تحجون عليه. والله لو ما انتم تحجون عليه بالمجلس احسن فريق يمشي.
ونصيحتي لرئيس النادي لا تخلي واحد يدخل النادي، فريقك جيد وفريقك ينافس على البطولات، بس تخلي ولا احمد احمد اكثر واحد يسوي مشاكل، يهيج الجمهور على اداره النادي. طيب على تويتر وما مخلي انا ما عندي لا تويتر ولا عندي شيء. لا شو ما عندك 24 ساعه 24 ساعه يراسل منو ما اعرف. عندنا انستغرام. طيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.